السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين فيلم اتعمل سنة 2018 جاب تقريبا نص مليار دولار أمريكي إيرادات، اسمه فيلم ذا ميج أو ميجالودون، اللي قام بتصويره الممثل جيسون ستاثام، أحد أشهر نجوم أفلام الحركة في هوليوود، واللي كان بيتكلم عن منطقة غامضة اسمها خندق ماريانا. المفروض إنها أعمق منطقة على وجه الأرض، وإن لحد النهاردة محدش عارف أسرار المنطقة دي. وفي لحظة وجدوا قرش الميجالودون المنقرض من ملايين السنين لسه عايش هناك. طب ايه رأيك بقى يا صديقي العزيز لو قلتلك ان الفيلم ده حقيقي، وان الخندق ده موجود في الحقيقة، والعلماء عندهم اكتر من دليل على ان القرش ده لسه موجود لحد النهاردة؟ طب تعالى بقى اقولك مواصفات الخندق ده، وايه اللي خلى العلماء يشكوا ان الميجالودون لسه موجود لحد النهاردة. بس قبل ما اقولك، تعالى الاول نبدأ زي ما متعودين بتقسيمة غرفة الخندق، واللي تعتبر اول غرفة بحرية لينا داخل القصر ده. غرفة خندق ماريانا منقسمة من الداخل لست مناطق أساسية. أولا، كيف تم اكتشاف الخندق، والمعلومات الأولية واللي فيها هنحكي إزاي تم اكتشاف الخندق ده وإيه الانطباع الأول للعلماء وقتها عنه. وثانيا بقى معلومات عن الخندق بس بعد الدراسة، واللي فيها هنقول إزاي العلماء قدروا يتوصلوا للمعلومات عن الخندق بالدقة والمهارة دي. وفيها هنقول كمان إزاي تم تكوين الخندق. وثالثا بقى إيه اللي العلماء لقوه جوه الخندق ده. ورابعا هنقول معلومات عن اللي لقوه جوه الخندق. وخامسا هنتكلم عن الكائنات الحية اللي موجودة والمتوقع وجودها داخل الخندق، وهنا بقى استعد انك تعرف مفاجأة عظيمة متوقع وجودها داخل الخندق ده. وسادسا هنقول عن الأساطير اللي اتألفت بعد اكتشاف الخندق. بعد ما عرفنا تقسيمة الغرفة، تعالى بقى بينا نبدأ بأول مفتاح معانا النهاردة، وهو اكتشاف الخندق. الحقيقة مش عارف هتصدقني ولا لأ لو قلتلك إن أحيانا الصدفة ممكن تعمل اللي التخطيط مش بيعمله. زي مثلا إنك ممكن تكون عمال تلف وتدور تدور على الشخص المناسب ليك، والآخر الأقدار تجيبك قدامه، وإنت أساسا كنت فاكر إن وجودك في المكان ده والزمان ده تحديدا شر ليك. أهو الصدفة دي بقى عملت عمايلها برضه مع العلماء سنة 1872 في رحلة على سفينة اسمها HMS تشالنجر. السفينة اللي كان عليها اتنين من العلماء اسمهم جاكويز بيكارد ودون وولش، واللي تخيل معايا ان ربنا كتب ليهم انهم يكونوا مكتشفين اعمق نقطة على وجه الارض، وهم اساسا كانوا رايحين لسبب تاني خالص، وهو انهم كانوا عايزين يقيسوا عمق المحيط ويدرسوا اثر العمق ده على الكائنات الحية، ويدرسوا كمان اختلاف السلوك الخاص بكل نوع من الحيوانات حسب طبيعة المكان ومدى العمق، ويدرسوا برضو آثار اختفاء الضوء على التغيير في السلوك. واللي استمرت الرحلة ل4 سنين كاملة بدون أي مشاكل، والموضوع كان ماشي تمام جدا، والعلماء فرحانين انهم محققين هدفهم بدون اي مشكلة. لحد في يوم من الايام واثناء تحرك السفينة دي بجوار جزر الماريانا، واللي بتقع في منتصف البحر المشترك بين اليابان والفلبين وبابوا غينيا الجديدة، سنة 1876، بعد ما السفينة قطعت مسافة 114 ألف كيلو تقريبا، وأثناء قيامهم بعملهم اليومي وهو قياس المحيط، واللي كان بيتم عن طريق حبل ضخم متحدد فيه علامات بطول الحبل بتدل على المسافة الرئيسية للحبل ده، وفي آخر الحبل متثبت قطعة من الحديد شبه مرساة السفينة، عشان لما يرموها في البحر تقدر إن هي تفضل نازلة تحت في القاع بشكل رأسي من غير ما الطيارات تبدأ تاخدها. الغريب بقى مش في كل ده، الغريب إنهم بعد ما رموا الحبل ده في البحر، استغرب طاقم السفينة إن الحبل عمال ينزل وينزل ومش بيقف خالص، وسط اندهاش شديد من الجميع، لأن كان استحالة إن حد يفكر إن ممكن يكون في عمق زي ده في المحيط، اللي كان تقريبا بعد مدة 8000 متر من الحبل أخيرا المرساة وصلت للقاع. وساعتها الكل وقف مندهش من اللي بيحصل ده، ازاي العمق ده موجود واحنا مش عارفين عنه اي حاجة. بل الاكثر غرابة بقى ان الموضوع كان واصل لدرجة ان العلماء كلهم ما كانوش يتخيلوا اصلا ان المحيط ممكن يوصل للعمق الرهيب ده. طبعا كلنا عارفين طباع العلماء قدام اي ظاهرة غريبة لازم تنفجر قنبلة اسئلة مهولة، وطبيعي ان اول سؤال هيتسأل في الحالة دي: العمق ده حتة كبيرة ولا مجرد حفرة صغيرة؟ وفي كلا الحالتين ازاي تم تكوين المنطقة دي، وهل اتكونت من دلوقتي ولا من فترة كبيرة ولا من فترة قليلة ولا حتى من قبل ما البشر يتواجدوا على الأرض؟ وهل ممكن يكون في حياة على العمق ده؟ ولو فيه هتبقى عاملة ازاي؟ مليون سؤال تردد في أذهان العلماء وقتها، واللي كان من المستحيل عليهم إنهم يجاوبوا على أي سؤال من دول بالمعدات البسيطة اللي كانت معاهم وقتها. بس الأغلب اتجه لنظرية ضعيفة جدا ما تصدرش من عالم أساسا، وهو إن المنطقة دي
كانت منطقة حرب على جمهورية اليابان أثناء حروبهم القديمة مع بعضهم قبل توحيد جزر اليابان وجعلهم دولة واحدة. طبعا دي نظرية ضعيفة جدا، لأن علميا عشان تحفر حفرة بالعمق ده في مكان زي المحيط الهادي انت حرفيا محتاج تستخدم غواصة نووية مش أقل من كده. حتى الغواصات النووية مش مجهزة للغوص على المسافة دي، لأن لو حتى تم إعداد الغواصة إنها تستحمل الضغط الرهيب ده، بمجرد إطلاق الصاروخ النووي هينفجر تلقائيا بمجرد إطلاقه، وده بسبب الضغط الرهيب اللي موجود على العمق ده. وقريب جدا هنعمل حلقة عن الغواصات النووية دي، لأنها موضوع شائك جدا ومنتشر للغاية. نرجع بقى لموضوعنا. تم اعتبار إن رحلة السفينة دي هي مولد علم المحيطات الحديث، لأن وقتها كانوا فاكرين إن الموضوع خلاص بقى تحت إيدهم، وإنهم اكتشفوا المحيط، وإن مفيش حاجة جديدة ممكن إن هي تتعرف. بس أحب أضيف لمعلوماتك يا صديقي إن المحيط لحد النهاردة، بل مش المحيط الهادي بس، الغلاف المائي كله لم يكتشف منه حتى اليوم إلا 4% بس. واطلق العنان لخيالك بقى لو تم اكتشاف 100% من المحيط ده، هنكتشف ايه بقى ساعتها؟ اكتبوا لنا في الكومنتس توقعاتكم ايه، ولو هل حابين اننا نعمل حلقة عن لو تم اكتشاف 100% من المية دي ولا لا. وتعالى بقى اقولك، بعد ما التكنولوجيا توفرت للبشرية، ازاي تمت دراسة الخندق، وايه هو سبب تكوين الخندق ده. قبل ما نبدأ بمعلومات عن الخندق، تعال أقول لك يعني إيه خندق بحري أصلا، لأنه في فرق كبير جدا بينه وبين خندق البري. البحري بيكون عبارة عن منخفض سطحي، يعني موجود على السطح الخارجي لقاع المحيط، يعني ما وصلش للألواح المحيطية المكونة للمحيط. وأيضا خندق ماريانا أو الخندق البحري بشكل عام بيكون مميز إنه نصف كروي وضيق وطويل، عكس الخندق البري واللي بيكون عريض جدا مقارنة بالخندق البحري. الغريب بقى إن كان بالفعل العلماء مكتشفين للمنطقة المحيطة بالخندق قبل كده، ووصلوا لعمق محدد، بس كان أقل بكتير من العمق اللي اكتشفوه في المرة دي. والمشكلة الأكبر إنهم بعد ما اكتشفوا إن في عمق تاني، اكتشفوا إن المنطقة مليانة بالمنحدرات زيها زي الجبال بالظبط، وبتنتهي في قاع الخندق. وده فتح الباب قدام العلماء إنهم يكتشفوا وجود حياة في عمق زي ده، رغم إن كل النظريات العلمية وقتها بتأكد على استحالة حدوث أمر زي ده. ولك أن تتخيل إن أول من أجاب عن الموضوع ده هي سفينة بحوث بريطانية انتقلت للمنطقة سنة 1951، يعني بعد 75 سنة كاملة على اكتشاف الخندق، واللي كانت أول سفينة تتجه لهناك وتكون مجهزة بأجهزة سونار تقدر تكتشف العمق ده. وهنا بقى كانت الصدمة للكل، لأن الحفرة اللي كانوا عمالين يتكلموا عنها، لأن كان طولها 8 كيلو، طلعت جزء من خندق عملاق عرضه 69 كيلو وطوله 11 كيلو متر. انت متخيل العمق الرهيب ده؟ دول كانوا مندهشين من 8 كيلو، ما بالك بقى بخندق طوله أزيد ب3 كيلو من اللي كانوا مندهشين فيه. وتكريما يعني للسفينة، سموا أعمق نقطة الخندق ديا باسم تشالنجر ديب، على اسم السفينة اللي اكتشفتهم أول مرة. بس للأسف بقى إن السفينة اللي راحت مرة تانية دي، واللي قدرت إن هي تحدد العمق ده، ما قدرتش تجاوب على سؤال ملح جدا لكل عالم، وهو هل في حياة على العمق ده ولا لأ. واللي قدر يجاوب على السؤال ده، أو بمعنى أدق يجاوب على جزء منه، كانت السفينة السوفيتية فاتياس سنة 1958. طب ليه بقى قلنا جزء منه؟ لأنها وصلت لعمق 7000 متر فقط، يعني 7 كيلو فقط من الخندق، واللي فيه وجدوا كميات ضخمة من البكتيريا واللافقاريات، واللي ما كانتش معروفة تماما للعلماء وقتها. بس طبعا استحالة ان عالم يقبل بحاجة زي دي ويكتفي بيها، لازم يتعبونا احنا كباحثين وقت ما بندور على مصادر نكتب منها الحلقة بتاعتنا، ويتعبوا الطلبة جوه كلية العلوم اللي بيدرسوا الحياة البحرية. وقتها قرر العلماء انهم ينزلوا بنفسهم للخندق عشان يكتشفوا اللي بيحصل تحت. وده حصل سنة 1960 بغواصة اسمها تريستي، واللي فيها نزل العالمين السويسريين جاكيس بيكورد ووالده العالم أوجست بيكورد، ودول نزلوا بنفسهم للقاع عشان يستكشفوا الخندق. وبالفعل بعد 5 ساعات نزلوا للقاع فعلا. ولك أن تتخيل إحساس إنك كنت أول واحد قدر يوصل لأعمق نقطة في الأرض، واللي فضلوا فيها مدة 20 دقيقة كاملة، واللي بالمناسبة دي كانت مدة كافية جدا للإجابة على سؤال إن في حياة في القاع ولا لأ. والإجابة إنه بالفعل اكتشفوا حياة في القاع. بس المشكلة إن بعد فترة اكتشفوا مذكرات للعالم جاكيس بيكورد، واللي قال فيها حاجة هتعرفها في المفتاح الجاي. صدق أو لا تصدق إن السفينة أثناء عبورها في الخندق شافوا على شاشة الرادار كائن ضخم بيتحرك بسرعة رهيبة ناحيتهم. المشكلة مش في كل ده، ولا حتى إنه كان بيتحرك ناحيتهم وإنه كانوا كلهم معرضين للخطر. المشكلة الأكبر إنهم لقوه ظهر فجأة، زي ما يكون كان بيراقبهم ومستخبي، وفي لحظة واحدة ظهر وفضل يتابع المركبة لمدة 5 دقايق كاملة. والمشكلة الأكبر
انه اختفى في لحظة زي ما ظهر في لحظة. والمشكلة التانية انه كان قد المركبة مرتين، واللي وقتها رجحوا ان دي اكيد حضارة مائية غير معلومة بالنسبة لنا، او انها ممكن يكون كائن بحري خطير. ما عدا جاكيز الوحيد اللي كان عارف هو ايه ده، وسكت، لان لو كان قال لهم هو ايه ده استحالة كانوا هيطلعوا للسطح من غيره، لانه هيكون اكتشاف القرن حرفيا. وطلعوا ومحدش قال حاجة عن المخلوق ده. بس الحقيقة إن تم اكتشاف دليل على وجود المخلوق ده سنة 1985 في حادثة حصلت مع سفينة اسمها جلوبال تشالنجر، واللي كانت بعت جهاز عملاق يقيس الترددات الصوتية تحت المية فوق الخندق بالظبط، واللي اتفاجئوا من وجود صوت عملاق غير مألوف بيسجله الجهاز، لدرجة إن الجهاز نفسه اتحرق من قوة الصوت ده. واللي في نفس اللحظة بعد ما الجهاز وصل لنفس العمق اللي وصلت له المركبة بتاعت جاكيز، لقوا إن الجهاز بيتسحب بقوة مهولة، زي ما يكون قطيع من الحيتان الزرقاء بتسحبه مع بعض في نفس اللحظة، لدرجة إن الحبل خلص والجهاز كان هيفقد نهائيا، زي ما يكون في كائن عملاق على عمق 11 كيلو متر بيهاجمه. ولكنهم في الآخر قدروا يرجعوه تاني للسطح. وهنا بقى كانت المفاجأة، وقت ما طلع الجهاز لقوا إن الجهاز بالكامل مليان بالجروح، وسمك وعمق الجرح ده عشان يتعمل في جهاز معمول بالكامل من الفولاذ ومصمم لتحمل ضغط عمق 11 كيلو متر تحت سطح البحر، هو محتاج كائن لا يقل طوله عن 20 متر وقوة فك مهولة. لو مش متخيل قوة الضغط دي، فحب أقولك إن الضغط الجوي على مستوى سطح البحر قيمته 1 ضغط جوي، وكل ما بتنزل 100 متر تحت البحر الضغط بيزيد ل10 أضعاف القيمة. يعني بحسبة بسيطة كده، الضغط على عمق زي ده يساوي 1100 ضغط جوي. انت متخيل الرقم المهول ده؟ لو لسه مش متخيل، دي زي ما انا اكون عمال اضغط على جسمك بقوة مقدارها نفس 1100 انسان متأثر عليهم بالضغط الجوي. وبعد ما الباحثين دوروا على اصل الموضوع، وصلوا للمفاجأة واللي هي عنوان الفيديو ده. اللي عمل كده هو قرش الميجالودون. المفترض ان القرش ده انقرض من 2 مليون سنة تقريبا، واكدوا على النظرية دي انهم قارنوا الاثار بتاعة العض بسنة من اسنان قرش الميجالودون لقوها كحفرية، واللي خلاهم يتأكدوا انه لسه موجود هو التطابق التام بين الشكلين. وهنا كانت الصدمة للكل ان القرش ده لسه موجود لحد النهاردة ومحبوس جوه الخندق. طب هو فين؟ وليه محدش حاول يروح يشوفه تاني؟ وازاي انقرض وهو لسه موجود فعلا ولا دي مجرد نظرية؟ وليه ما ظهرش على الشواطئ ولا على الحياة البشرية بشكل عام؟ ده بقى هنعرفه بالتفصيل في المفتاح الجاي. الحقيقة إن محدش قدر يجاوب على الأسئلة دي نهائيا، ولا حتى حد قدر يعرف إن الميجالودون إزاي نجا من الانقراض، ولا حتى حد صرح بالموضوع ده إلا بعد فترة أما اتسربت التجارب اللي اتعملت على الجهاز ده، لأنهم وقتها أعلنوا إن اللي اتسبب في الموضوع ده هو ارتطام الجهاز بجزء من الجبال اللي جوه الخندق. المشكلة مش في كل ده، المشكلة لو ظهر الميجالودون فعلا في الحقيقة هتبقى كارثة حرفيا. لأن لو مش متخيل شكل الميجالودون، فهو طوله 22 متر كاملين. يعني تخيل معايا سمكة متوحشة بطول عمارة 7 أدوار وبوزن 47 طن. واللي أكد الموضوع ده إن بعد الموضوع دون ب7 سنين في سفينة بضايع عملاقة كانت بتبحر في نفس المنطقة، وكان يومها الجو هادي جدا والأوضاع البحرية مستقرة. في لحظة واحدة ظهر كائن عملاق على شاشة الرادار، وفي لمح البصر خبط الجسم ده في السفينة وأدى لأنها انقلبت في لحظتها. واللي بعد مراجعة الصور اللي الرادار لقطها لقوا إن نفس أبعاد الكائن اللي ذكره جاكيز في مذكراته هو الكائن اللي ظهر على الرادار. يعني كل الدلائل دي بتأكد على نفس الموضوع، إن الميجالودون موجود وسطنا لحد النهاردة ولكن مختفي في الأعماق. المشكلة ان القرش ده قادر انه يبلع حوت ازرق بالغ في عضتين اتنين. اسرح بخيالك بقى لو ظهر القرش ده على الشط هيحصل ايه حرفيا. ده ممكن حرفيا يعني ياخد الناس اللي بتعوم دي يسلك بيها اسنانه ويعملهم معاملة السناكس. المشكلة بقى ان اخر رحلة بأدق معدات راحت للخندق وصلت لوجود كائنات بحرية غريبة الشكل. بالمناسبة أكدوا على وجود حاجة أشبه بمقرات بيض القروش هناك، واللي هي المناطق اللي القرش بيرمي البيض بتاعه فيها، وده دليل تاني على وجود الميجالودون. وتعالى بقى أقولك في المفتاح الجاي إيه هي الأنواع دي. هنتدرج بالترتيب حسب مستوى القاع في الكائنات دي، وأقل واحد في العمق وجدوه هو حوت الأوركا، اللي وجدوه على عمق 60 متر فقط، واللي بالمناسبة دي لا تحسب ضمن المسافات بطول الخندق مقارنة تماما. وتاني كائن، واللي أعتقد إن ناس كتير مش هتعرفه، هو السمكة المجوفة العملاقة، واللي وجدوها على عمق 200 متر،
وتالت كائن وجدوه هو الأشهر بين عمالقة البحر، وهو الحوت الأزرق اللي وجدوه على عمق 500 متر بس، وده كان آخر حاجة وجدوها العلماء داخل الخندق لكائنات معروفة. بعد كده بدأ يظهر كائنات مش عارفينها ومش حاطين ليها اسم لحد النهاردة، وده بسبب إنهم مش قادرين ياخدوا منها عينة علشان يدرسوها، لمجرد إن هي بتطلع للسطح مش بتتحمل النور ولا بتتحمل قلة الضغط الجوي ده، لأن دي بالظبط زي ما يكون إنسان واقف في الفضاء بدون بدلة. وطبعا مش محتاجين نقول ان الكائنات دي شكلها كان غريب وقد يكون مرعب للبعض، لان الكائنات دي عمرها ما شافت النور ولا ظهرت لحد اساسا، هي متعودة ان هي عايشة في القاع ومتكيفة مع الوضع ده تماما. والصور اللي قدام حضراتكم دي عينات لبعض الكائنات اللي وجدوها هناك. وتعالى بينا بقى على المفتاح الاخير النهاردة، وهو اساطير خندق ماريانا. الحقيقة إن بطبيعة البشر إنهم بيحبوا يقولوا حاجات أسطورية على كائنات هم مش عارفين عنها حاجة، والطبيعة دي أدت لخلق قصص وهمية عن الخندق، واللي منها قالوا إن الخندق ده مقر لشياطين البحر. واللي ما يعرفش إن في شياطين للبحر فحب أقولك إن زي ما في شياطين عايشة على البر، في شياطين عايشة في البحر. وفي اللي قال إن المنطقة دي كانت مكان قصر قارون، والخندق ده هو مكان ما ربنا خسف بقارون الأرض. والبعض منهم تاني قال إن المنطقة دي هي المنطقة الوحيدة اللي نجت من النيزك اللي قضى على حضارة الديناصورات، ومنها طلعوا إن فكرة الديناصورات اللي كانت تقدر تسبح نزلت المية هروبا من النيزك، ومع الوقت تطورت وطلع لها زعانف وبقت بحرية فقط بدل ما كانت بر مائية. وده يفسر إن في بعض الناس مفكرين إن زي ما وجدوا الميجالودون موجود، قد يجدوا بعض الديناصورات هناك. ولكن الأسطورة الأقوى بقى عشان تعرف الناس خيالها وصل لحد فين، قالوا إن المنطقة دي هي المنطقة اللي كان فيها الجزيرة اللي كان سيدنا سليمان بيحبس فيها الجن العاصي، وبسبب إن واحد منهم قدر يهرب من السجن ده، هروبه أدى إن الجزيرة بالكامل تم تدميرها، وأدت لانفجار عملاق هو اللي تسبب في وجود الخندق ده. خندق ماريانا زيه زي كل الأماكن الغامضة اللي بتبين حقيقة قول الله تعالى في سورة الإسراء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم. بكده احنا عملنا اللي علينا وادينا لك كل المفاتيح الخاصة بخندق ماريانا. ما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا الجديدة، واستنوا الحلقات الجاية عشان المفاتيح اللي جاية دي هتكون مفاتيح غامضة أكتر مما تتوقعوا. ونشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.